لفظين في الرواية. اللفظ الأول أنه غلبه الوجع، وهناك روايات أخرى قالت أنه يهجر. الروايات التي قالت غلبه الوجع قالها الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، والروايات التي قالت أنه يهجر روايات قليلة. يعني عفوا لم تصرح من الذي قال. الآن أرجو أن تبين لي ما الفرق بين هجر وغلبه الوجع. هي كلها تصب في معنى واحد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف أنت المريض يثقل لسانه عند الكلام، فربما قال بكلام لا يفهمه الحاضرون. يعني هجر وغلبه الوجع معنى واحد؟ نعم، معنى واحد، لا تخرج عن هذه المعاني، لأن الصحابة لا يقصدون أن النبي فقد عقله، لأن الله عز وجل عصم النبي عليه الصلاة والسلام من هذيان العقل وذهابه، والعقل لابد أن يكون ثابت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه هذيان، لكن هم لما رأوا حالة النبي ومرضه وتعبه أشفقوا عليه. وأيضا يؤيد هذا الكلام حجي شيخنا، ما معنى يهجر في هذه الرواية؟ يعني يهجر، يعني تعرف المريض أحيانا يتمتم بكلمات قد لا تفهم، يثقل لسانه، فهم من هذا الباب قالوا هذه الكلمة، ولا يقصدون بها الهذيان أو فقد جيد. إذا قلنا جيد سمحت شيخ، إذن هي ليست فحش من القول في حق النبي. لا، هي مجرد كلمة قيلت، لا يقصدون معناها السيء بالنبي عليه الصلاة والسلام بأنه ذهب عقله أو إدراكه، إنما هم يقصدون حالة معينة كان عليها النبي من ثقل اللسان، كان يغمى عليه عليه الصلاة والسلام. يعني عندما نقول فلان يهجر أي أن لسانه ثقل. نعم، هم من هذا القبيل، لما رأوا التعب بالنبي وثقل لسانه، في أحيانا قد يثقل لسانه في الكلام، يتعب صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت تعلم أنه كان يوعك وعكا شديدا، وكان يغمى عليه من أثر الحمى عليه الصلاة والسلام، فهم من هذا الباب أشفقوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا محبة في رسول الله ألا يتعبوه، فبمجرد ما قال لهم قوموا من عندي خرجوا. إذن الكلمة طبيعية ما بها إشكال. لا ما فيها إشكال ولا فيها شيء ولا فيها إساءة، يعني ما فيها إساءة. إذا قلنا أن القائل لهذه الكلمة هو الخليفة عمر بن الخطاب، إذن ماكو إساءة للخليفة. لا، عمر لم يقولها ولم يتلفظ على فرض سماحة الشيخ. لا ما أفترض معك أبدا.